أي مرآة هي عبارة عن أسطح عاكس للضوء. وطبعا يا صديقي طالما عاكس يبقى معتم. بس الأسطح ده نوعين، يا إما يكون مستوي يا إما يكون كري. طب المستوى أنا عارفه يا مستر، إيه بقى الكري ده؟ كلمة كري جاي من كرة، والكرة من جوه فاضية فبيسموها كرة جوفاء. وريني يا مستري، عينيا ليك. دي المراية المستوية اللي كنا حلينا عليها الحصة اللي فاتت في الانعكاس. لها سطح عاكس ولها ظهر، تمام. مثلا الشعاع هيسقط كده، تمام، هينعكس، خلاص، تمام، يبقى لها سطح عاكس اهو. اما المرايه برضو لها سطح عاكس بقى، الكريه، تمام، بس جاي من كره. ساعات السطح العاكس بيكون داخلي، يعني السطح العاكس من جوه صح، يعني الشعاع هيسقط كده هينعكس كده، خلاص. وساعتها هتبقى المرايه مقعره، هندرسها في وقتها. وساعات بيكون السطح العاكس خارجي، اللي هو ده، أشعة هتسقط كده هتنعكس كده مثلا يعني. وساعتها بنسموها مرآة محدبة. وده موضع دراستنا دي مستوية طبعا في الدرس الأول من الوحدة التانية. هنتكلم عن المراية المقعرة، هتكلم عن المراية المحدبة، وقبل الاتنين هناخد المراية المستوية. يبقى إذا المراية يا صديقي هي أسطح عاكسة للضوء، قد تكون مستوية أو كرية. والكرية لو السطح العاكس داخلي تبقى مقعرة، أو السطح العاكس خارجي تبقى محدبة.